من أول ما يلزم المرء أن يعتني به أن يعتني بكلام الله عز وجل، فإن العناية بكلام الله عز وجل من ألزم اللازمات وأهم المهمات، وبركتها على المسلم وأثرها في قلبه وفي لسانه وفي جسده وفي سائر أمره في دنياه وآخرته عظيمة. وكتاب الله عز وجل كله عظيم ولا شك، والذي عليه جمع من أهل العلم من علماء السنة على أن كلام الله عز وجل بعضه يكون أفضل من بعض، فبعضه باعتبار الأجور أفضل من بعض، وبعضه باعتبار ما اشتمل عليه من وصف نعوت الجبار جل وعلا أفضل. ومن أفضل كلام الله عز وجل، بل هو أفضل سورة في كتاب الله عز وجل، هو سورة الفاتحة، وسنبدأ بها حديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل. وقبل أن أبدأ الحديث عن سورة الفاتحة، لعل بعض إخواننا يبدأ بقراءة هذه السورة قبل أن نتكلم عن أحكامها وعما يتعلق بها، وسأجعل 3 أو 4 أو 5 بحسب ما يسمح الوقت يقرؤون، ونبدأ بكم